السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل البيتي فور. دي وصفة من وصفات العيد، والفيديو كان متصور قبل في رمضان قبل العيد، ولكن ما حصلش نصيب ان انا انزله. تمام. هو والبسكوت بإذن الله هنزل الاتنين ورا بعض. اول حاجه انا معايا 750 جرام من الزبده، وانا هعمل بيتي فور الكيس. وانا بصراحه بحب البيتي فور اللي بيتعمل بكيس، ما بحبش شغل المكنه خالص، طبعا دي اراء. انا هعمل 750 جرام من الزبده عشان هعمل كيلو دقيق. هحط عليهم 200 جرام من السكر، وطبعا الزبده بدرجه حراره المطبخ خفقتها كويس جدا، وبعدين حطيت عليها السكر وخفقتها برضو. كل ده بشغل المضرب لان العجان كان بيتصلح. هبدأ ان انا اخلط بس السكر مع الزبدة كده عشان خاطر لما اشغل المضرب ملاقيش كله طار. تمام. هشغل المضرب بقى واضرب كويس جدا. بعد كده هحضر معايا 4 بيضات، والاربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ مش من التلاجة مباشرة. وهبدأ افصل بيضة بيضة واحط عليهم فانيليا واحطها على الخليط اللي معايا. واول ما يتوه كده ابدأ ان انا احط التانية ورا التانية ورا التانية لحد ما اخلص ال4 بيضات اللي معايا. طبعا البيتي فور ده الحمد لله بفضل ربنا ان هو ما اختلفش عليه اتنين، يعني او اكتر حاجة بتخلص عندي في ثواني هوا كده. هو وكمان البسكوت. وهنشوف وصفة البسكوت بإذن الله بعد الفيديو ده. تابعوني بس، واللي مش معاه مش حاطط لايك يحط لايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. شجعوني كده اعمل لكم فيديوهات اكتر. هبدأ بقى ان انا احط البيضة الاولى، وطبعا عليها الفانيليا سواء سايلة او فانيليا بودر، مش هيأثر خالص. بس هي كانت موجودة عندي فحطيت منها علبة كده، علبة فانيليا سايلة. هبدأ ان انا احط بيضة ورا التانية لحد ما اخلص ال4 بيضات اللي معايا. وهكون مجهزة كيلو من الدقيق، وكيلو الدقيق ده حط عليه رشة ملح. واول حاجة انا بشيل 3 معالق من الدقيق وبحط مكانهم 3 معالق من النشا. بحب جدا اعمل كده في البيتي فور علشان خاطر بيطلع لي البيتي فور بتاعي ناعم وجميل. لو انت الدقيق بتاعك مش واثقه منه ممكن تشيلي ال3 معالق دول وتحطي 3 معالق نشا، هيظبط معاكي الدقيق. مش هيخلي يعني الدقيق كده يفرش منك او يسيح منك. يعني لو جودة الدقيق مش كويسة ممكن تأمني نفسك وتحطي 3 معالق نشا بدل 3 معالق من الدقيق. وطبعا الدقيق اللي انا مستعملاه هنا دقيق الكوثر، والزبدة انا مستخدمة زبدة فرن، ودي احسنهم بالنسبة للسعر، ودايما بشتغل بيها ما بغيرهاش. في كل وصفاتي بالزبدة هي بستعمل الزبدة الفرن. هو مش اعلان، بس هو راحة نفسية، وكمان السعر بالنسبة لأي منتج تاني موجود في السوق فسعره كويس جدا. هبدأ بقى ان انا انزل بالدقيق شوية شوية كده، ولو وهعجن. يعني مش هعجن بقى بالمضرب خلاص او بالعجان حتى لو عندي، لأ، انا هقلب كده وممكن استعمل ايدي كمان. وبعد كده ايدي ما يكونش فيها عجين ولا اي حاجة، هختبر العجينة بتاعتي. العجينة لو مش بتلزق في ايدي بالشكل ده يبقى كده العجينة بتاعتي مظبوطة. حتى انا مش محتاجة ان انا اعمل لها اختبار في الفرن الاول، بس انا لازم اعمل الاختبار دوت. لعل وعسى الفرن يكون مش مظبوط، درجة حرارته مش مظبوطة، يكون مثلا عالي وهيحرق لي البيتي فور زي انتم هتشوفوا كده بالظبط. هو اول مره اصلا يحرق معايا البيتي فور، بس هو الفرن كان عالي فان انا وطيته شويه. ساعات الغاز نفسه بيكون عالي، فوطيت درجه حراره الفرن شويه وبدات ان انا اشتغل، والحمد لله طلع زي الفل. هبدا كده انا معايا التب بتاع البيتي فور زي انتم شايفين كده، وهبدا ان انا انزل بالبيتي فور على الصاج. هعمل 3 وحدات كده او 4 وادخلهم الفرن. طبعا درجه الحراره بتكون 170. بصوا طبعا كل واحد والفرن بتاعه زي ما قلت لكم، الغاز لو عالي هيحرق، فانتوا جربوا اول 2 3 كده في الفرن علشان ما تعملوش صاج كامل ويتحرق منكم. تمام. بصوا هو طالع جميل جدا، بس هو خد لون بس كده بسيط من تحت بس. والله جميل يعني، وناعم ودايب وكل حاجة. هبدأ بقى ان انا اشتغل على كده الكمية كلها بعد ما ظبطت الفرن بتاعي وطلع بسم الله ما شاء الله يعني. قللت الحرارة لان الغاز عندي كان عالي. وطول ما انا شغاله في البيتي فور من النوع اللي انت يعني مش ممكن انت تركنيه كده وتسيبيه على جنب فتره عشان تزوقيه، لا خالص. انا معايا نوتيلا بتاعتي جاهزه بكون محضراها.
الصاج اللي يبرد على طول بروح ملزقاه كده بالنوتيلا واسيبه بقى ايه على جنب لحد ما اخلص خالص كده، واجي تاني يوم ولا حاجه واروح مسيحه الشوكولاته بتاعتي وابدا ان انا احط فيه الشوكولاته. ولكن انا على طول يعني سبحان الله في المره في العيد ده يعني بدات ان انا اول مره اللي انا بعمل فيها البيتي فور، ساعات بعمله غير العيد عادي. المره اللي انا عملت فيها البيتي فور الوحيده اللي عملت وانا واقفه كده بالنوتيلا بعد ما خلصته، وفي نفس اليوم سيحت الشوكولاته على طول وبدات ان انا اغطس فيها البيتي فور. والبيتي فور بتاعي المرة دي انا مش مزوقاه تزويق اوفر وحاطه فيه مكسرات كتير والكلام ده كله، لاني انا كان في اعتباري ان انا هعمل سابليه، فالسابليه كنت عايزه اعمله بشكل مميز وسابليه بونبون وحاجات كده، بس ما حصلش نصيب بقى لاي حاجه. والحمد لله على قد كده. هبدأ بقى ان انا احط النوتيلا كده زي انتم ما شايفين، بطلعها من العلبة بتاعتها على طول على التلزيق. ممكن تلزقي بالشوكولاتة اللي انتي هتغطسيها في البيتي فور، الشوكولاتة الخام. ممكن تحشي بمربى، فانا عندي بيحبوا نكهة النوتيلا في الحشو، فبجيب النوتيلا كده احطها في كيس حلواني او اي كيس تلاجة عندي، وابدا ان انا افتحها فتحة صغيرة وابدا ان انا احط النوتيلا والزق كل اتنين على بعض. هعمل الكمية كلها وبعد كده بقى اسيح الشوكولاتة وابدأ ان انا ازين تزويق بقى الشوكولاتة بتاعي زي انتي ما تحبي. وزي انتي يعني ما تحبي مكسرات، تحبي شوكولاتة سادة. في ناس انا عندي في البيت ساعات يحبوا اللي هو من غير شوكولاتة خالص، اللي هو يدوبك تلزيق النوتيلا بس، وما يحطوش بقى عليه اي شوكولاتة خالص ولا اي حاجة. هبدأ ان انا احط الشوكولاتة البيضاء وجوز الهند وكمان الشوكولاتة الدارك. بصوا بقى هي شكلها تحفة بصراحة. ما افورتش في التزويق جامد وحطيت بقى بندق ولوز ومش عارفه ايه، على اعتبار ان انا هعمل سابلي. تمام. هبدأ كده، دي الشوكولاتة دي كده متنوعة، شوكولاتة البيضة والدارك والحليب. وانا الحمد لله ربنا بيوفقنيش ان انا الاقي شوكولاتة حليب ابدا في السوق، كل ما انوي ان انا اجيبها ما بلاقيهاش. فانا بصراحة بروح حاطة شوكولاتة بيضة على شوكولاتة دارك، وبيكونوا باللون الحليب ده، بيبقى بصراحة طعمها حلو وعادية خالص يعني. لو انتي وقفتي على الشوكولاتة الحليب اعملي زي ما انا بقولك كده. سبتهم سادة، وبعدين الشوكولاتة الدارك او الحليب ممكن احطها مع السوداني بيكون حلو. وجوزة الهند والسوداني عندي انا قلبتهم كده على النار، خدوا تشويحة. يعني الجوز الهند لوحده شوحته كده عشان يكون طعمه حلو ودايما فريش كده وطعمه حلو لما بحمره شوية على البوتاجاز. وبرده الفول السوداني برضو دي تشويحة كده.